مؤرخون وعلماء الأركيولوجيا كيتفقوا على أن الحضارة الإنسانية بدات هذه 6000 سنة. الحضارة الإنسانية بمعنى مجتمعات إنسانية معقدة بأفكار، بدين، بكتابات وواحد نظام مجتمعاتي وسياسي معقد. كنظنوا أن أول حضارة إنسانية هي حضارة السومريين في بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين اللي كتسمى ميسوبوتاميا اللي جات في العراق الحالية. هنا كانوا ناس ساكنين، أسواق وتجمعات إنسانية، ناس كتشري وكتقضى لعائلتها. هنا كانوا الناس كيعيشوا التجربة الإنسانية ربما بحال كيف ما حنا كنعيشوها في 2025 نسبيا، بالضحك، بالحزن، بالفرحة، بالسعادة، بالدموع إلى آخره. هاد الناس والحضارة ديالهم اختفوا إلى الأبد. طاحت حضارة السومريين ومبقاو منها غير بقايا الثقافة ديالهم وأطلال المدن اللي كانوا ساكنين فيها. في حضارة مصر القديمة من مور 3100 سنة ديال العظمة، من مور أهرامات، من مور الذروة العسكرية والثقافية ديال مصر القديمة حتى هي ضفات. كيفاش الحضارات كينشؤوا وكيساليو؟ واش المدن الحضارية الجميلة والمتألقة ديالنا غادي يجي واحد النهار فين غادي تولي كومة ديال البلاستيك وديال الفوضى من مور ما يكون الحضارة ديالنا داها الزمان؟ هادشي اللي غنحاولوا نشوفوه في هاد الفيديو. البداية هي النشأة والصعود. بحال داينيريس تارجاريان ديال جيم اوف ثرونز، الحضارات كيبداو في واحد الوضعية هشة ومن بعد كيبداو يتكونوا شوية بشوية. بحال داينيريس عاوتاني الحضارات كيتبناو على واحد الفكرة ديال داينيريس كانت هي تحريم العبودية وفعل الخير إلى آخره. عندنا من بعد النمو، ومن موراها كتجي مرحلة أوج العطاء، دراجونز، تنانين، الجيوش، السلطة، الهيمنة العسكرية والتوسع. وبحال أي حضارة داينيريس واجهت بزاف ديال التشالنجات أو الصعوبات الداخلية والخارجية. واحد الوقيته جميع العائلات العظيمة كانوا ضدها، لانيسترز، جريجويز، سانسا ستارك، هاوس ايرن تهما كنظن. ومن بعد كيجي التدهور والسقوط. كأي فان ديال جيم اوف ثرونز كنظن كاملين بينا عارفين شنو وقع لدينيريس في الاخير ديالها. ما غنقولش باش ما نسبويليش، واخا واقيلا راني ديجا سبويلت. المهم راه اخر حلقه خرجت في 2019. اجي ندرسوا بعدا شنو كتعني كلمه حضاره، اش كنعني فاش كنقولوا حضاره. حضاره هي واحد الكلمه مرتبطه بزاف بالكونسيبت ديال التعقيد. فاش كندرسوا شي حضاره كندرسوا التعقيد، المستوى ديال التعقيد ديال داك المجتمع، المستوى ديال التعقيد ديال النظام السياسي ديال داك المجتمع. فحضاره كتعني مجتمع معقد او نظام سياسي معقد. ارنولد توينبي في الكتاب ديالو Study of History كيهضر على المراحل اللي كدوز منهم اي حضاره. بالنسبه له اول مرحله هي النشأة والنمو، كتجي من موراها الاضطرابات، من بعد كيجي موراها التفكك، ومن بعد الانهيار. غنحاول نشرح بالديتاي كل مرحله باش نفهموا اكثر. النشأة ديال الحضارات كتختلف حيت عندنا بزاف الامثله، ولكن اللي تم الملاحظه ديالو هي ان الحضارات في بزاف ديال الحالات كتنشأ من مور واحد المرحله ديال الاضطرابات وديال القلق السياسي، فكتجي كتنشأ في الاخر ديال واحد الحضاره اخرى اللي كانت قبل منها ونهارت. بحال دابا العثمانيين اللي نشؤوا من مور ما البيزنطيين طاحوا. في النشوء كنلاحظوا ايضا انه كيوقع بزاف عند شي مرات عند واحد المجموعات ديال الناس اللي كتكون صغيره في العدد، ولكن كتكون كتمر من واحد الصعوبات، من واحد الظروف اجتماعيه صعبه، فكينشأ واحد الاتحاد ما بين الاشخاص اللي في هذه المجموعه، وكيكون واحد التعاون متبادل اللي كيعطينا واحد الطاقه اجتماعيه. هاد الكونسيبت كيدافع عليه بزاف ابن خلدون وكيسميه العصبيه القبليه. كنشوفوه بزاف فاش كيكونوا قاده عندهم واحد الكاريزما كبيره وكيجيبوا شي دين او قيم جديده باغيين يغيروا بها المجتمع.
حالة النمو داك التماسك الاجتماعي كيتحول لواحد القوة سياسية وقوة عسكرية، فكيكون عندنا الهيمنة العسكرية والمعارك كتربح بزاف. وفي هذا المستوى المؤسسات كيكونوا باقيين بساط وصغار، ما كيكونش واحد التعقيد مؤسساتي. القوه كتبدا تتمركز، يعني كتولي واحد القوه مركزيه، ما كتبقاش القوه متفرقه على بزاف ديال القبائل مثلا. والتماسك الاجتماعي والهويوي، كنقولوا الهويوي، التماسك المرتبط بالهويه كيرجع قوي بزاف. مرحله الازدهار كيكون عندنا استقرار سياسي وواحد الازدهار اقتصادي. في غالب الاحيان الازدهار الاقتصادي جاي من التوسعات اللي كتكون كدار. وهنا المؤسسات كيبداو يتقالوا شويه، الضرائب كتبدا تزاد، وايضا الفنون والعلم كيولي مزدهر وكيولي كيأثر على الحضارات اللي حدا هاد الحضاره. في مرحله الاضطرابات كيتزادوا الفروقات الاجتماعيه، البيروقراطيه كتولي ثقيله بزاف، والفساد الداخلي تكون وكيبدا يتزاد شويه بشويه، وكيكونوا صراعات داخليه على السلطه. من بعد عندنا مرحله الازمه والانهيار. احسن تعريف لهذه المرحله هو الانحدار السريع ديال داك التعقيد اللي هضرنا عليه في الاول. فالانظمه السياسيه الاقتصاديه الثقافيه كتنهار، كيكون هذا الانهيار بسبب يا اما الاضطرابات الداخليه اللي هضرنا عليهم او الخارجيه او بجوج. وفي معظم الاحيان كتكون واحد الكوكتيل ديال الاضطرابات الخارجيه والداخليه اللي كيسببوا لنا انهيار الانظمه ديال الحضاره. كيف ما كان الحال، بعض الحضارات من مور الانهيار كينجحوا في اعاده تكوين المجتمعات ديالهم، وبعض الحضارات كينهاروا وكيختفوا الى الابد. الامبراطوريه الرومانيه كنلقاو فيها بزاف ديال المعايير اللي داخلين في التعريف ديال حضاره. سلطه مركزيه، مجتمع فيه طبقات، ديانات كثيره، كتابه، اقتصاد. الامبراطوريه الرومانيه ما نشاتش بين ليله وضحاها، ولكن دازت من بزاف ديال المراحل للنشوء. يعني النشوء كان طويل شويه الا بغينا نقولوا، وفيه بزاف ديال الظروف الملائمه للنشأة. في الاول كانت واحد الجمهوريه اللي جات من مور واحد الملكيه فاشله، ولكن الناس ما كانش عاجبهم الحكم ديال داك الجمهوريه. فاول شخص كيبان في الخط اللي ساهم في بناء الامبراطوريه الرومانيه هو جوليوس سيزر. هنا تقريبا في منتصف القرن الاول قبل الميلاد. عز السلطه ديالو، رجع عنده واحد الشعبيه كبيره، يعني ولا بوبولار، ربح بزاف المعارك، داكشي علاش نما الشعبيه ديالو، ولكن تغتال على يد السلطه الرومانيه. من موراه كيجي ولدو بالتبني غايوس اوكتافيوس، كنظن جو دي با دو بيتيز، غايوس اوكتافيوس. كمل على داكشي اللي بداه باه، وزاد حتى هو توسع في الاراضي المجاوره، ودخل حتى لمصر حتى هي، ودخلها في الامبراطوريه الرومانيه. اوكتافيوس كتعتبر اول امبراطور روماني. هنا روما بدات كتكبر، ولات امبراطوريه شاسعه، وولات سلطه مركزيه. اوكتافيوس حط بعض الامراء في الاقاليم ديال الامبراطوريه، ولكن رجعت للسلطه المركزيه. في هذه الحقبه كانت القضيه مستقره، والامارات والاقاليم ديال روما كانت عندها واحد شويه ديال الاستقلاليه، حيت حاكم واحد ما يمكنش يحكم ديك الارض الشاسعه بحال هكا. ولكن حيت كاين دائما ولكن، ما بقاش الاستقرار بزاف. المشاكل الداخليه بدات شويه بشويه. من بين اهم المشاكل الداخليه، ماشي اهم، ربما من بين المشاكل الداخليه المثيره للاهتمام بالنسبه لي، ان المشاكل الدينيه. من المشاكل الداخليه المهمه اللي عانت منها روما هي صراع الاديان. كيف ما قلنا، روما واحد المجتمع شاسع، غادي من اوروبا حتى لسوريا، مرورا افريقيا الشماليه ومصر. دونك هذا المجتمع كان جامع بزاف ديال الناس، بزاف ديال الثقافات، بزاف ديال الاديان، وبزاف ديال المعتقدات الدينيه. ربما احسن دليل لهذا الصراع الاديان اللي كان واقع في روما هو واحد الامبراطور ما معروفش بزاف، لان داروا له واحد دامناسيو ميموريي. بمعنى فاش دامناسيو ميموريي هي فاش السينا
الروماني كيمسح جميع الاثار على شي امبراطور باش يمسحوه من التاريخ، يعني كيكون كيحاول يمسحوه من التاريخ نهائيا. فهاد الامبراطور اللي غنهضروا عليه داروا له هاد القضيه، داكشي علاش هو ما معروفش بزاف. واخا هاد القضيه دارت بزاف د الاباطره. الا جينا نشوفوا كاينه واحد الليسته كبيره د الاباطره اللي داروا لهم هاد الدامناسيون ميموريال. هاد السيد هذا كان سوري، ذو اصول سوريه، كان سميتو إلا جابال، اولا كان كيسمي راسو إلا جابال. إلا جابال هو اله الجبل، فهو كان كيسمي راسو على اله ديالو. فكان ذو اصول سوريه، وكان متشبت بزاف بالمعتقدات الدينيه ديالو ديال سوريا ديال داك الوقت. طبعا كنهضروا على قبل الاسلام. وهذا الاله كان كيتمثل بواحد الحجره بحال اون ميتيوريت. فهاد إلا جابال كان كيحكم، ديجا ما كانش كيحكم مزيان حيتاش ما كانش عنده تجربه، كان باقي صغير، كانت عنده 14 عام. فهاد السيد جا من سوريا بافكار دينيه اكثر من افكار سياسيه او عسكريه. هاد الامبراطور كان همه الوحيد هما الاحتفالات الدينيه ديال الاله ديالو، اللي كان كيتعتبر غريب جدا في روما العاصمه. والسينا كيتصدموا، داك الناس ديال الشيوخ، السينا هما الشيوخ، كيتسموا الشيوخ الرومان ديال روما. كانوا كيتصدموا بداك الاحتفالات الدينيه وبداك الشعائر الدينيه اللي كان كيدير إلا جابال. هادشي اللي ادى لانه يتغتال، وان السينا شيوخ رومانيا يديروا له دامناسيون ميموريه باش ما يعاودوش يسمعوا الهضره عليه نهائيا. ربما هذا هو الامبراطور المفضل ديالي، وما معروفش كاع ولكن كيجيني مثير للاهتمام بزاف داكشي ديالو غريب. ما علينا، نرجعوا للتوترات الدينيه. فمن غير هادشي روما كانوا فيها ايضا بزاف ديال التوترات الدينيه ما بين الديانه الرومانيه القديمه، يعني جوبيتر وصحابه، والديانه المسيحيه اللي كانت في النشأة ديالها. كمثال على هاد الاضطرابات عندنا واحد الامبراطور سميتو كوموديوس. حتى هو عجيب جدا ومثير للاهتمام، عنده واحد الشخصيه غريبه. هاد كوموديوس حتى هو كان كسول، ما كيديهاش في السياسه والحكم، هادشي ما عنده ما يدير به، عطيها غير المعارك ديال الجلادياتورز في الكولوسيوم. كيمشي للرومان باتس، عطيه غير هادشي، عطيه الراحه والانترتينين بالجلادياتورز وهو مزيان. كان دار بحال واحد الكولت اوف بيرسوناليتي، يعني كان فيه واحد جنون العظمه، وكان عاطفي بزاف، كيحكم غير بالعاطفه. القرارات ديالو كاملين كيديرهم بالعاطفه، ما كانش نهائيا يصلح يحكم. تسالى الحكم ديالو حيت تغتال في الرومان بات او الحمام الروماني. نرجعوا للصعود الامبراطوريه الرومانيه وشكون اللي ساهم فيها. عندنا واحد الاشخاص اخرين حتى هما مهمين، هادو بصح مهمين حيت الاخرين راه مهمين بالنسبه ليا. المهم عندنا اوريليان و ديوكليشن. هاد الجوج مهمين حيتاش لعبوا دور كبير في تكوين وتنظيم السياسه في روما. داروا محكمات اقليميه باش يعززوا استقرار البلاد، قدوا العسكر، النظام العسكري والنظام السياسي. هادو كانوا كيحكموا بدماغهم، هادو كانوا سيريو. كونستانتين ذا جريت حتى هو مهم، حيت حتى هو عاود النظام العسكري. ومن بين الحاجات اللي معروفه بهم ضيق الحضاره الرومانيه بزاف هو النظام العسكري، من احسن الانظمه العسكريه اللي كانت في ذاك الوقت. كونستانتين ذا جريت كيتعتبر هو اول امبراطور مسيحي ديال روما، وكان قاد حتى هو بزاف الغزوات من ور ما قاد النظام العسكري ديال روما. ولكن هاد التوسعات ديال روما ما كانوش دائما ايجابيين، حيت روما توسعات تلمو، يعني توسعات بزاف حتى ما بقاتش قادره تحكم داك الاراضي كلها، وناضوا بزاف ديال التوترات الداخليه في الاراضي ديال روما. سقوط الامبراطوريه الرومانيه تقسمت على جوج. الجهه الشرقيه تحولات لبيزنس او الامبراطوريه البيزنطيه، والجهه الغربيه تم الغزو ديالها من قبل شنو كيسميوهم الباربارينز، ونهارت في 476 ميلاديه.
اللي خلى هذا السقوط يوقع على حسب بعض المؤرخين هي ان الحضارات اللي مدوره بروما حتى هما تقدموا وحتى هما رجعوا قوه عسكريه وداروا بلاصتهم. فالامبراطوريه الرومانيه ما بقاتش هي القوه الوحيده ديال داك لا ريجون ولا ديال البحر الابيض المتوسط. من بين نقولوا الاسباب السقوط ديال روما ان ايضا انهيار النظام العسكري ديال روما. فما بقاوش ما بقاوش الفلوس باش يخلصوا العسكر ديال روما بكل بساطه. العسكر ديال روما كانوا كيتخلصوا بزاف، الضرائب طلعوا بزاف على الشعب والشعب ما بقاش قادر على داك الضرائب. فكانت واحد الازمه ماليه اللي خلات ان النظام العسكري ما يبقاش فينانسي ولا فاينانس بحال اللي كان قبل. طبعا السينا والاباطره حاولوا يلتجؤوا للمرتزقه اللي هما بالفرنسي ميرسونير، ولكن طبعا ما كانوش في نفس المستوى ديال النظام العسكري الروماني. وطبعا عندنا الهجومات ديال the barbarians. هاد الناس هجموا على روما. عندنا بزاف ديال الاجناس the Huns من اسيا، the Visigoths اولا the Western Goths من اوروبا الشرقيه، وكذلك the Vandals حتى هما هجموا على روما. والقرارات اللي خداو السينا والاباطره على هذا الهجوم ما كانتش مزيانه نهائيا. هاد القصص ديال الحضارات كتخليني نسائل واحد السؤال، هو ماذا عن الحاضر؟ من مرحله من مراحل الحضارات حنا وديجا من حضاره حنا من مرحله في السايكل ديال الحضارات حنا واصلين. على حسب بعض الباحثين والمؤرخين اللي كيهتموا بالحضارات، حنا دابا في 2025 في الحضارات الهيمنه الغربيه على العالم، يعني هيمنه اوروبا وامريكا من هذه واحد 200 عام تقريبا، من اواخر 1800. وعلى حسب الحسابات اللي داروا هاد الهيمنه الغربيه خصها طيح في 2050. وخصها تغومبلاسا بشي حضاره ربما شرقيه. هاد الهضره اللي تعجب بزاف ديال الناس، واخيرا العرب غادي يحكموا العالم. ولكن طبعا هادو كيبقاو دي كالكول فيهم بزاف لي زيبوتيز، يعني فيهم بزاف الفرضيات اللي كيعطيونا هاد الحسابات وهاد النتائج. ما كيعنيش ان هادشي حقيقه مطلقه بطبيعه الحال. هاد التحليل دارو جون باغوت كلوب في The Fate of Empires in the Search of Survival. بقى كيدرس الباترنز ديال الحضارات وعمل واحد الحساب ديال واحد المعدل ديال شحال الحضارات كتبقى، وهذا المعدل هو 300 سنه. ووصل لهذه النتيجه بالفرضيه ديال ان الحضاره الغربيه حكم العالم من اواخر 1800. ولكن وات اف الحضارات ما كينهاروش، ولكن كيتحولوا وكيتبدلوا، حيت ما خصناش نساو ان تاريخ الانسانيه وتاريخ العالم بشكل عام عامر بالتغيير. ملوك جداد وسلالات جديده وناس جداد كيجيو وكيمشيو، وفي معظم الاحيان هادشي كيوقع بدون واحد تكسر ديال النظام المجتمعاتي اللي كيكون تما، بلا ما الناس ما يترحلوا من المدن ديالهم بالملايين. ثقافات ولغات جديده كيتلاقاو وكيتمازجوا بيناتهم، من مور الازمات كيخلقوا افكار جديده وانظمه جديده، والحياه الانسانيه كتكمل كيف ما بدات، من غير الى الارض ما بقاتش قابله للسكن. داك الساعه مشكل كبير، او لا ربما داك الساعه غادي نتطوروا الناس اللي يقدروا يعيشوا في واحد الحراره مفرطه وما يحتاجوش الاكسجين. في هذه الحاله احنا مكملين. ممكن شنو بالكم في هذه النظريه؟ قولوا لي في التعليقات الراي ديالكم في كاع الافكار اللي قلت في هذا الفيديو، وخليوا لي هاد القليب الى وصلتوا حتى لهنا. راكم الحب. باي.